اولا الخساره قدام منتخب الارجنتين انا شايفها مش كارثه، بس انت عارف ايه اللي يزعل؟ ان منتخب الجزائر النهارده كان بخيل على نفسه وعلى جماهيره، ان منتخب الجزائر النهارده كان يقدر انه يقدم افضل من كده بكتير، ان منتخب الجزائر النهارده انا شفت في اول 8 دقائق منتخب متماسك. انا شايف النهارده فارس شايبي بيسجل هدف لولا تقريبا انه بيتقدم ب 2 سم كان ممكن الهدف انه يتحسب واتلغى بداعي التسلل، وقبلها ليونيل ميسي كان مسجل برضه نفس الهدف واتلغى. ولكن شفنا منتخب الجزائر في اول 8 دقائق السحر اللي بيقدمه ابراهيم مازا، التحركات الجميله بتاعه فارس شايبي، شفنا منتخب جزائري قادر انه ينقل الكوره، قادر يوصل اكتر لمرمى منتخب الارجنتين. ولكن بعد كده انا ما اعرفش بصراحه. وبعدين انت بتلاعب منتخب فيه ليونيل ميسي، انت عملت مباراه متفصله على ليونيل ميسي، هي دي المباراه اللي بيحبها، يحب قوي ان ما حدش يضايقه في الرقابه ويسيب له العمق، يقدر يتحرك ما بين الخطوط وكل حاجه، بتمريره بتضرب العمق كله بيتفرج عليها هشام بوداوي ورامي بن سبعيني وعيسى مندي بيضغط متاخر فبيسجل ميسي الهدف الاولاني. والراجل اللي اسمه لوكا زيدان، تدري يا لوكا زيدان ان انت جبت اكتئاب لابوك زين الدين زيدان وهو قاعد فيهم؟ عارف ان انت ممكن انك تمسح تاريخ ابوك باستيكه؟ عارف ان انت ما تجيش شعر باط الراجل اللي اسمه الريس مبولحي؟ عارف ان انت عامل لي القناع بتاعك وعامل لي فيه بيتر تشيك وانت في الاخر بيتر تشيكن؟ جري يا عم لوكا زيدان، انا عايز لوكا زيدان بتاع مباراه هولندا مش لوكا زيدان بتاع مباراه نيجيريا. لما شفتك عملت 6 تصديات في مباراه هولندا كنت متفائل بيك جدا، ولكن النهارده واضح جدا ان حارس المرمى بتاع منتخب الجزائر كان نقطه ضعفهم وكان واقف برضه مهزوز. بالنسبه ليونيل ميسي بقى، يعني لو في اي اللقطه دي لو اتعملت مع ليونيل ميسي مش كان اللاعب هيطرد؟ ليونيل ميسي كان المفروض انه يطرد في اللقطه دي، التدخل اللي عمله على عيسى مندي. يا عم انفانتينو اللي عمال تسقف والفار اللي قاعد واخد بالك بيشرب شاي وحكم المباراه، اللقطه دي كان المفروض ان ميسي يطرد فيها. ولكن النهارده ميسي بيعمل ايه؟ ميسي النهارده بيسجل اول هاتريك في تاريخه من مشاركته في كاس العالم. ميسي النهارده اكتر لاعب سجل اهداف من خارج ال 18 في كاس العالم، في تاريخ كاس العالم 6 اهداف. ميسي بيوصل للهدف رقم 16 وبيتساوى مع الهداف التاريخي ميروسلاف كلوزا. ميسي اكبر لاعب في تاريخ كاس العالم بيسجل هاتريك واخد بالك، وتخطى الهدفين اللي كان مسجلهم روجيه ميلا. ميسي النهارده عمل مباراه عمره رغم ان هو عنده 39 سنه، والناس كانت متوقعه ان منتخب الارجنتين منتخب عواجيز وان المنتخب الجزائر عنده لعيبه صغيره في السن وبتاع وهتقدر تجاريهم، ولكن ده واضح ان اللعيبه واخده المنشطات بتاعه الارجنتين. شفنا النهارده المنتخب الارجنتيني قوه بدنيه في اي التحام، تحس ان هم اقوى بمراحل من اي لاعب من عند المنتخب الجزائري. وانا زعلان جدا من بوداوي، قدمت النهارده مباراه يا بوداوي زروكي يستحي ان هو يقدمها. هارد لاك منتخب الجزائر، ومش الجزائر ضعيفة الليلة، والله نقولها لك، الأرجنتين قوية برشا، فريق منظم مرشح للقب. خلاص الأرجنتين وفرنسا هذم في ليفل آخر، وملا ميسي خويا. وراني معجب بأداء ميسي الليلة، والله لا نكره ميسي، مي الحكم مارتشينياك لعب فيها يا ميسي في اللقطة هذه. ورقة حمراء واضحة، الارشيفو فار زاد اكدها، والغريبة انه الفار ما رجعش، الحكم ما عطاش حتى ورقة صفراء. كان جاء لاعب اخر في بلاصة ميسي نأكد لك ورقة حمراء ويخرج. هذه هي الكرة، على الرغم من انه تطورات في التحكيم وامور، لكن لانه ميسي اليوم يسجل لك هاتريك، يصير الهداف التاريخي لكأس العالم، يعدل رقم ميروسلاف كلوزا 16 هدف. الارجنتين قوية خويا، وسط ميدان رهيب جدا، دفاع منظم، هجوم بقيادة ميسي وسجل لك 3 اليوم. الارجنتين كمنظومة متفاهمين على الاخر بصراحة، وابهرني المنتخب هذا الى حد الان الى جانب فرنسا. زوز منتخبات هذم بعاد بفوارق كبيرة. ما فهمتش انا راكم مقلقين، اقسم بالله ماني فاهم. نورمال خسرنا كونتر شكون خسرنا؟ كونتر ميسي، كونتر بطل العالم الارجنتين. كي دايرين منتخبات ما قدروش يكفوا مع الارجنتين. نورمال اللقطه هذه اللي كانت قادره تبدل الماتش هي ورقه حمراء ميسي، ارشيفو فار قالوا باللي هذه تستحق بطاقه حمراء لميسي، وكانت هذه نورمال نقطه تحول المنتخب الوطني وما عطاهالوش مارشينياك. اقسم بالله غير شوف دعيتها لك حتى انكرهت، والله الجزائر بكل دعتها لك. شوف بوداوي بن طالب قويري اوت اليوم، سمحونا اقسم بالله غير اوت. المهم خوتي نورمال، اقسم بالله غير نورمال. الارجنتين هذه بطل العالم، ما تعرفش معناتها تلعب مع بطل العالم. ديجا هما دخلوا بالحراره هذيك باش ما تصير مش كيما كونتر السعوديه بريمي ماتش يخسروا، دخلوا بالكونفيونس الواعره هذيك والله. المهم مازلنا ماتش مع الاردن، مازلنا ماتش مع لوتريش، نورمال دوك سكوفيتش ريكليها. نربحوا ان شاء الله خوتي، نديو 6 بوا، نربحوا ان شاء الله خوتي، نديو 6 بوا
ونطلعوا بربي ان شاء الله الدوزيام. ما تقلقوش ارواحكم، دوزيام تور نطلعوا دوزيام تور. راني نقول لكم نطلعوا فيها خير اخواتي، والله غير فيها خير. 1 2 3 فيفا لاجيري. ومع الساعة 3 صباحا في يوم الثلاثاء أو ليلة الثلاثاء لأبناء 1 2 3 تقولي أنك ستأخذين كأس العالم، وأنك لو كنت في قطر لا ما سقط المطر، لكن اليوم ميسي يمطر شباك الجزائريين ويقول لعبد المجيد تبون البكاء في شيراتون. نعم، ويقول للطعراجي من نيويورك إلى بجاية الكل سيخرج بكايا وسيشكون يا عبد المجيد تبون، والجزائر من تكون تجون بكايا على الساعة 3 صباحا. وأما أنا سأخذ 3 بيضات أمليطات وأبدأ يوم الأربعاء بعدما كان يوم الثلاثاء كسروا الجرة يا ترى. يخمم فيه سكالوني راهو يخمم فيه كيفاش يحبس حاج موسى. ميسي يخمم فيه، ميسي يخمم في حاج موسى. كاميرا واوا انا باشا واوا